إزاي تعرف الزبدة الفلاحي الطبيعي؟ الزبدة الفلاحي الأصلية هي اللي بتتعمل من الحليب الجاموسي أو الحليب البقري بدون أي إضافات. إزاي نعرف إذا كانت الزبدة أصلية ولا صناعية؟ أولا ناخد معلقة من الزبدة ونحطها في كوباية مية ساقعة ونقلبها كويس جدا من 5 ل10 دقايق. إذا دابت الزبدة في المية وتعكر لون المية بالحليب، إذا الزبدة دي طبيعية وأصلية. أما إذا ما دابتش الزبدة أبدا تبقى دي زبدة صناعية. ممكن من خلال التذوق كمان جربوا إنكم تدوقوا حتة صغيرة من الزبدة، وإذا دابت تماما وما تبقاش منها أي حاجة، دي بتبقى علامة على إنها طبيعية وبلدي. أما إذا سابت في البق إحساس مادة لزجة، كده دي زبدة صناعية. الريحة كمان إذا كانت نفاذة جدا، ده بيدل على إن الزبدة دي فيها إضافات غير اللبن، وده مؤشر سلبي بيقول إن الزبدة دي مش طبيعية، لأن الزبدة الطبيعية مش بتظهر ريحتها إلا بعد التسخين على النار. لون الزبدة الجاموسي الطبيعي بيكون أبيض مايل للخضار، والزبدة البقري بيكون لونها أصفر مايل للبرتقاني. كمان لو خلطنا الزبدة بدقيق أو نشا أو بطاطس مسلوقة، هنعرفها من خلال تقسيم كرة الزبدة لنصين. لو فضلت حافة السكينة ناعمة من غير أي تكتلات، يبقى الزبدة دي طبيعية. أما لو ظهرت تكتلات تبقى مغشوشة، أو من خلال فرك حتة صغيرة من الزبدة بالصوابع، لو سابت أثر يشبه الدقيق أو اتكتلت، هتبقى مغشوشة بدقيق أو نشا. ممكن نخلط السمنة بالدقيق وعليهم اللبن البودرة، وممكن اكتشاف ده أثناء تسييح جزء منها على النار، لأنها تبدأ تتحرق قبل ما توصل لدرجة السوى المناسبة. إذا كان ناتج التسييح قليل، فده دليل على غش الزبدة بالتلج المكسر. كمان التمليح العالي للزبدة بيلجأ ليه بعض التجار عشان يغشوا الزبدة البلدي إذا كانت فاسدة، ونقدر نكشف الغش ده بإننا ندوق حتة صغيرة. إذا ظهر طعم مر وبيزيد تدريجي، فكده الزبدة دي أكيد فاسدة.